الزيارة التي تقام في موسم مقار طنطان، موسم شيخنا الشيخ محمد رادف كما هو معروف عند الساكنة وكما كان معروفا قبل هذه النسخة الجديدة. يقام عند هذا الولي الصالح لاعتبارات أولا دينية وثقافية وسياسية وتاريخية. فهو استوطن طنطان في 1958 مباشرة بعد رجوع طنطان إلى أحضان المملكة بعد خروج الإسبان منه، لأنه جاء مبايعا لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، والتحق بالرفيق الأعلى في 1961. أعطى جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه الأمر بأن يبنى عليه ضريح مزار. بني هذا المزار سنة 1963، ثم أمر جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه أن يقام هنا موسم كما يقام في المناطق المغربية كلها مواسم عند الصلحاء وعند الأولياء وعند العلماء، تذكيرا بالتاريخ وحفاظا على ذاكرة الأمة المغربية. فأقيم الموسم هنا في 1965 5 ماي كما أشرت سابقا في قاف، يعني بيت شعري باللغة الحسانية، وهو يعني مشهور، وعدة قصائد تناولت هذا القاف. هو الحماد والحيدار، والحماد والحيدار أحد أعيان القبائل الصحراوية مشهور جدا، والأخص أحد أعيان قبيلة إزرقيين ومشهور جدا أيضا من ساكنة طنطان القدماء. و 1960 والخامس هذا العام ماله لا هي يندار والله لا هي يعدل مقار كبير عند الشيخ غضفنا، لا يعدل مقار كبير الخامس ميوه تعالوا، لا يعدل مقار كبير الخامس ميوه تعالوا. مثلا نقولوا هو إلا غنى من حكاينه لما يريد أن ينطق شعرا لغيره يخطئ فيه كثيرا. هذا تقريبا باختصار. هو كان نائب الصدر الأعظم في المنطقة الجنوبية، منطقة إفني والصحراء، لأن الصدر الأعظم كان هو مولاي الحسن بن المهدي، وكان في المنطقة الشمالية في طنجة، كان ينوب عن سيدنا محمد الخامس. هو كان نائب الصدر الأعظم في هذه المنطقة الجنوبية. حينما عاد محمد الخامس طيب الله ثراه من منفاه، وقع مؤتمر لجميع القبائل عنده بهذه الصفة بالضبط، وذهبوا لتجديد البيعة للمغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.